واصلت المعارضة انتقاد السياسات الخارجية للحكومة واتهام الرئيس بالسعي إلى فترة رئاسية جديدة. إننا نعتبر أن الرئيس كميل شمعون ووزير خارجيته شارل مالك يتبعان سياسة غير لبنانية منذ سنة أو سنتين، ونحن نطالب بعدم قيامه بالعبث بدستور البلاد كسبيل لتأمين إعادة انتخابه. ما هو هدفكم السياسي؟ إننا نطالب بأن لا يعبث بالدستور وأن لا يسعى إلى الترشح مجددا، ولذا أعلنا إضرابا عاما سلميا، ولكنه بادر إلى استخدام العنف فقمع الشعب بقوة السلاح، ولديه رجال عصابات تحت تصرفه وقوة شرطة حولها إلى عصابة. كان الرئيس شمعون محقا عندما اتهم عبد الناصر بدعم خصومه، إلا أن التحالفات في لبنان لم تكن مقسمة على أساس طائفي واضح. صارت تجي مساعدات من عبد الناصر ومن سوريا، ما كانت دولة واحدة طبعا، كلها عن طريق سوريا. يعني هلا كانت المساعدات طبعا برضا عبد الناصر، ما فينا نقول انه هن المعارضة ينكروا انه سوريا عم تبعت سلاح. يعني الرئيس شمعون قدم شكوى للأمم المتحدة انه عم يجي سلاح من سوريا. ما في شك انه صار يجي سلاح. يعني المعارضة لحتى تصمد 5 أشهر مش طبعا الرأي العام كان معه، يعني الإسلام 80% الأحياء والأحياء الشعبية، في ناس كانوا لا مع شمعون بس قليل، بينما بالأوساط المسيحية لا، كان في كتير يعني زعماء مسيحيين ما ماشيين مع شمعون وعلى رأسهم البطرك. كان في حوالي 60 أو 70 مقاتل من المقاومة الوطنية. الأسلحة التي كانت بين أيديهم كانت عبارة عن أسلحة صيد ورشاشات من الحرب العالمية الثانية، وبعضها أذكر كان يسمى المعدلة 36، أي أنها تعود إلى البنادق التي كانت صنعت عام 36 ولم تكن أوتوماتيكية في حينه. فكانت كل هذه الوسائل بدائية فعلا. في فترة لاحقة بدأ يرد سلاح أكثر من خلال الجبل، وكان يأتي عن طريق سوريا. تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي اتهم فيها الجمهورية العربية المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وإثارة أعمال العنف. فزار الأمين العام للأمم المتحدة داغ هامرشولد لبنان واجتمع مع شمعون، وأبلغه أن مشاكل لبنان يحلها اللبنانيون. وأرسلت المنظمة الدولية فريقا من المراقبين للتثبت من حقائق الوضع، وأعلنت في تقريرها إلى مجلس الأمن أنها لم تجد أي دليل على تدخل ذو شأن يذكر من قبل الجمهورية العربية المتحدة، ولم يرض تقرير البعثة الرئيس شمعون.